النهارده النادي الاهلي ادهشنا جميعا. انهيار وصدمة وجنون عمرو أديب بعد فوز النادي الأهلي على الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسخر من الزمالك ويهاجم بيراميدز بعد قرار الرابطة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن حقق النادي الأهلي فوزا هاما على الهلال السوداني في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهذا الذي جن جنون الإعلام الزملكاوي عمرو أديب الذي قال المفروض يا جماعة يغيروا بطولة دوري أبطال إفريقيا باسم النادي الأهلي. الأهلي يا جماعة ما بيلعب في إفريقيا بيتحول خالص، ودي دايما شخصية النادي الأهلي. كل أندية إفريقيا بتترعب من حاجة اسمها الأهلي. أهو الأهلي طلع تاني المجموعة بتاعته وقابل الهلال السوداني اللي هو أول المجموعة. شفنا الفروقات النهاردة بين الأهلي والهلال السوداني. ويا حظك يا أهلي، مباراة الإياب هتتلعب في موريتانيا ومش هتتلعب لا في ليبيا ولا السودان، وكل ده بيصب في صالح النادي الأهلي. وبقول للأهلوية مبروك من دلوقتي، تأهلكم للمربع الذهبي، وبعد كده هتفوزوا في المباراة اللي هتتلعب في المربع الذهبي وهتتأهلوا للنهائي، وكالعادة هتفوزوا بدوري أبطال إفريقيا. والله الأهلوية دولة محظوظ. بس أنا عايز أقول للأهلوية حاجة بسيطة، أنا نفسي أعرف الأهلي ليه ما لعبش مباراة الزمالك. هو ايه يعني اللي كان هيحصل؟ وانا متأكد لو كنتوا لعبتوا الزمالك، انا متأكد 1,000,000% انكوا هتكسبوا الزمالك وبسكور كمان. اهي الرابطة ضربت كرسي في القلوب بالبيراميدز والزمالك، وخصمت من الاهلي 3 نقط بس، وما خصمتش ال3 نقط اللي كانوا هيتخصموا اخر الموسم. طبعا احنا عارفين الرابطة اخذت القرار ده ليه، عشان الاهلي يرجع في كلامه ويكمل الدوري، وهو ده اللي حصل. من الاخر كده يا جماعة، الرابطة ورطت نفسها مع اتحاد الكورة، وكانوا مرعوبين ان الاهلي ما يكملش الدوري. وطبعا الزمالك وبيراميدز ما عجبهمش الكلام دوت. قام الزملكاويه قالوا لك ايه، احنا هنصعد وهنروح للمحكمة الرياضية. انا متأكد ان المحكمة الرياضية مش هتعمل لكم اي حاجة يا زملكاويه، واحنا من الاخر اللي هيتحط علينا، وهنحاسب على المشاريب كمان، واخرنا هنلعب الكونفدرالية. احنا كنا متعشمين ان الاهلي يتخصم منه 6 نقط ونصعد مكانه للمركز الثاني عشان نشارك في دوري أبطال إفريقيا. بس دي كلها أحلام، إحنا آخرنا هنشارك في الكونفدرالية يا زملكاوية مهما نعمل. إحنا مفيش حد بيعمل لنا أي حساب. إحنا انسحبنا السنة اللي فاتت قدام الأهلي واتخصم لنا 6 نقط وما قدرناش نفتح بقنا. أما الكلام ده ما ياكلش مع النادي الأهلي، عشان الأهلي معاه ورق ومستندات رسمية يورط بيها الرابطة واتحاد الكورة. وبيراميدز يترعب إن الأهلي هيكمل الدوري، فقال لك بقى أنا مش هلعب بحكام أجانب، بعد ما كان طالب حكام أجانب لمباراة الأهلي اللي جاية اللي هتتلعب الأسبوع الجاي. قام الأهلي ضرب لك كرسي في القلوب وقال لك إحنا عايزين حكام أجانب لمباراة بيراميدز. بيراميدز ده يا جماعة لا عنده موقف ولا عنده مبدأ، وأعتقد إن الأهلي هيكسب بالحكام الأجانب وهيضيق الخناق على بيراميدز، وفي الآخر الأهلي هو اللي هياخد الدوري، والزمالك كالعادة هيروح الكونفدرالية بالمركز بتاعه. الأهلي أعلن الحرب على الكل، والأهلي هيشتكي بيراميدز في المحكمة الرياضية إن ما معهوش بطاقة رسمية للدوري، وحاطط الزمالك كمان في دماغه، ومخلص تماما مع زيزو، وزيزو وقع للنادي الأهلي. والله يا جماعة أنا ليا مصادر داخل النادي الأهلي أكدت لي إن زيزو وقع خلاص للنادي الأهلي، وأبو زيزو قبض رسمي من النادي الأهلي وأخد مقدم كمان، وكمان المدافع عبد المجيد شكله هيمضي مع النادي الأهلي. الزمالك داخل على خراب والله يا جماعة، كل ده عشان وقفنا في وش النادي الأهلي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.